ده يعني على الابواب. انا مناخيري صغنطوطه، انا اصلا جت شايفاها قد المخده. كاميرا رول. انا مذيعه يا جماعه هي حامل. والله حلو جدا، سقفولي. عرفتي انك حامل واطمنتي وعندك تساؤلات كتيره جدا عن فتره الحمل الاولانيه. النهارده هيكون معانا دكتور ساره شريف باشا ودكتور ندى ابو الدهب من مراكز سان رايز للخصوبه، هيقولوا لنا ويكلمونا عن كل حاجه ليها علاقه بفتره الحمل الاولى ويطمنوكي ويطمنونا. دكتور ساره، دكتور ندى، عاملين ايه؟ منوريني. ازيك؟ ايه الاخبار؟ هلو. متحمسه قوي احنا كمان قوي النهارده. اتفضلي. دكتور ساره شريف باشا ودكتور ندى ابو الدهب، مبسوطه انتوا معايا النهارده ومبسوطه ان احنا هنعمل حاجه لذيذه، وهي ان هنرد على شويه اسئله كل مامي تو بي بتبقى عايزه تسالها، سواء في اول الحمل في نص الحمل، فاحنا سهلنا لها الدنيا بدل ما تضرب مشوار. احنا هنحاول نرد على شويه اسئله لاي طبعا حمل يكون حمل امن، ما عندوش اي مشاكل، ما عندوش اي حاجه. فساره هبتدي بيكي. ازاي البنت تعرف ان هي حامل؟ اول حاجه ان اي بنت الدوره بتاعتها منتظمه، لما الدوره الشهريه بتاعتها بتتاخر اول حاجه المفروض تفكر فيها ان هي تعمل اختبار الحمل. اختبار الحمل ده بيتعمل في الكيتس بتاعه البول اللي هي بتتعمل في البيت. اوكي. بس اللي ادق منها بيبقى تحليل الدم اللي هو بيبقى اسمه تحليل الحمل الرقمي، وده بيبقى ادق ان هو يكونفيرم ان في حمل. اوكي. بيحصل ساعات ان حد يعمل التحليل في البيت ويطلع؟ ساعات لو التحليل البول اتعمل بدري بيبقى مش ظاهر قوي، بيبقى نسبة الهرمون لسه واطية، فالتحليل البول مش بيعرف يلقطها، فعشان كده اللي بيبقى ادق منه ان احنا نعمل التحليل الدم. نعمل على طول تحليل دم. بالظبط. دكتور ندى، امتى البنت تحس ان هي لا انا متجوزه بقالي فتره وفي تاخر في الحمل، فانا كده عندي مشكله لازم اروح بقى للدكتور؟ بعد وقت قد ايه تقريبا؟ بصي يعني الوقت ده بيعتمد على هي عندها سنها قد ايه. لو هي تحت ال 35 ممكن تبدا تفكر تعمل فحوصات بعد سنه من الجواز. اوكي. وتاخد مثلا سنه في الفحوصات دي، لو فعلا بقى ما حصلش حمل نبدا نروح لليفل اعلى من كده. اوكي. لو هي سنها فوق ال 35 ساعتها بنقول لها لا، يعني بدري بقى شويه، يعني من بدايه من 6 شهور لسنه من الجواز نبدا نعمل الفحوصات ونروح للدكتور، ما نسيبش الدنيا يعني. ايه ده، اول مره اعرف ان هي ليها علاقه بالسن. طب دكتور ساره، ايه الاعراض اللي بتحصل في فتره الحمل الاولى؟ الكي، الغثيان، التعب، الارهاق، في ستات بيكون عندها وجع في الثدي، بس الحاجات دي بتبقى متغيره قوي من ست لست، وبتبقى متغيره برضو من حمل لحمل. يعني ممكن واحده في حملها الاول نفس الست بالظبط تبقى في الحمل الاولاني عندها الاعراض دي موجوده او بشده معينه، وفي الحمل الثاني ممكن تبقى مش موجوده او اقل شويه ومش شديده قوي زي الحمل الاولاني. اوكي. دكتور ندى، في بقى حاجه كده بشوفها بقى دايما على جروبس البنات، طبعا انت عارفه اكيد عارفين فتي البنات مع بعض، انا بحب اتفرج قوي على الحاجات دي. بيقعدوا دايما يقولوا لا ما تاخديش حبوب منع حمل، لان حبوب منع الحمل لو اخدتيها عمرك ما هتعرفي تحملي، ولو قعدتي اخدتيها فتره طويله. فعايزه اعرف بقى، هل ده حقيقي ان حبوب منع الحمل فعلا ممكن تخلي ان لو حد قعد ياخدها فتره ان البنت ما تحملش؟ مش قادره اقول لك السؤال ده مهم قد ايه وبنتساله كتير قد ايه. يعني هي حبوب منع الحمل دايما متهمه في كل حاجه، انها تاخر الحمل، انها تجيب كانسر، انها تجيب كل أيوة. مشاكل مشاكل مشاكل. صح. بس في الحقيقه ان ده مش حقيقي. يعني لو واحده ما يعني عندها مشكله في الانجاب ما بتخلفش واخدت حبوب منع الحمل هتقول ان الحبوب منع الحمل هي السبب، بس ده مش حقيقي. هي اصلا عندها مشكله من الاول. الموضوع ملوش علاقه خالص بحبوب منع الحمل. اوكي. هي امنه تماما في الموضوع ده بالذات. يعني هي ممكن تكون بتعمل مشاكل في حاجات تانية، فانا مش بنصح اي حد تاني، اي حد ان هو ياخد حبوب منع الحمل من غير ما يروح للدكتور. مثلا الناس لازم يروح للدكتور يعمل تحاليل معينه ويتاكد ان هو تمام، ان هو قابل ان هو ياخد حبوب منع حمل. بالظبط. دي ممكن تعمل مشاكل في حاجات تانية ملهاش علاقه خالص بالانجاب. اوكي. فحبوب منع الحمل طول ما هي بتتاخد تحت اشراف الطبيب هي امنه تماما. تماما. طيب دكتور ساره، عايزه اسالك على حاجه مهمه جدا. امتى الام او المامي تو بي المفروض بقى تروح للدكتور؟ زياره الطبيب تبقى امتى؟ وكمان دايما بنسمع عن حاجه اسمها الحمل خارج الرحم.
ده بيبقى ايه اعراضه وازاي الام المفروض ان هي تتعامل معاه؟ بصي يا لينا، هو اهم حاجه ان اسبوع بعد الست بتعمل الاختبار الحمل ان هي تاخد ميعاد من الدكتور بتاعها وتروح تعمل اللي هي الموجات فوق الصوتيه عشان تطمن ان الحمل داخل الرحم. اوكي. ده اول حاجه. اعراض بقى الحمل خارج الرحم بتبقى عاده وجع في الحوض، ساعات بيبقى على اليمين او على الشمال، وبيبقى برده في نزيف مهبلي. وفي اي حاله اي واحده ست بتتعرض لاي حاجه من الحاجات دي لازم تروح للدكتور على طول عشان ان هما يتاكدوا ان ده حمل خارج الرحم. طيب وفي الحاله دي بقى الام بتتصرف ازاي؟ يعني بيتم التعامل مع الكيس اللي هي الحمل خارج الرحم ازاي؟ العلاج بتاع الحمل خارج الرحم ده بيبقى بناء على تقييم الطبيب. بعد ما الطبيب بيقيم الحاله بيشوف لو هي مناسب ليها العلاج الكيماوي او لو هي محتاجه العلاج الجراحي. والعلاج الجراحي ده ممكن يتعمل في فتح بطن او بالمنظار. يعني ليه علاج؟ ليه علاج بس هو الدكتور بقى حسب الحاله بتاعتها وحسب استقرار الحاله. الطبيب بقى بيقرر لو هي هتستخدم بقى اللي هو العلاج الكيماوي او بقى هي مضطره ان احنا نعمل بقى اللي هو العلاج الجراحي. اوكي. دكتور ندى، في كيس كده بتحصل، في حاله بتحصل مع كذا حد من صحابي ان بيبقى عندهم اجهاض متكرر، وتلاقي مامتها او حماتها او صاحبتها بتقول لها معلش عملتيه مره، لا جربي مره كمان، يحصل اجهاض مره تانية، تجربي مره ثالثه. فهل ده طبيعي؟ يعني انا لما بسمع الحالات اللي زي دي وبقعد اقرا حتى على جروبس حد من صحابي، بقعد اقول لا، يعني هو ده طبيعي ان حد بيحصل له اجهاض متكرر وبرده بيقعد يحاول تاني يحمل ويحصل له اجهاض تاني؟ بصي، ان الست تحمل ويحصل لها اجهاض وتحمل ويحصل لها اجهاض ده بيعمل لها مشاكل كتير قوي، اولها نفسيه وبيأثر عليها هي كمان على جسمها. فمش صح ان احنا انه يحصل حمل واجهاض ونجرب تاني. طب ما نعرف السبب الاول. يعني هي دي بقى اللحظه اللي لازم تروح ليها للدكتور عشان تعرف ليه بيحصل لها كده، لان الاسباب كتير قوي وممكن ان احنا ناخد لها شويه حاجات ما تبقاش موجوده، فساعتها يبقى في حمل ويكمل. مش دايما بتكون اسباب حاجات كبيره؟ لا، مش دايما بتبقى حاجات كبيره، وحتى لو حاجات كبيره بيبقى ليها علاج. يعني في ناس بيبقى مشكلتها بس انها عندها تجلطات في الدم، لو اخذت حاجات مسيره للدم الحمل هيكمل. فدي بس بنعرفها بالتحاليل مثلا. أوكي. في مشكله تانية بتبقى في كروموزومات الجنين، فبنعرفها بان احنا بنعرف كروموزومات الجنين قبل الحمل بطرق كتير. اوكي. في مشاكل كتير ممكن تلافيها، يعني مشاكل جوه الرحم مثلا بنعمل منظار نعرف المشكله في الرحم نشيلها فالحمل يكمل. فمش الحل ان احنا نقعد نحمل وما يكملش. طب نعرف السبب الاول. فدايما مهم قوي معرفه السبب. دكتور ساره، اخبار السفر ايه بقى في الحمل بالذات في الشهور الاولى؟ الشهور الاولى السفر طالما الحمل مستقر ما فيهوش اي مشكله، بس يستحسن ان هو تبقى مسافات مش بعيده قوي. بس طبعا لو في اي حاجات تدل ان الحمل مش مستقر احسن ان الست تريح وما تعملش اي مجهود كبير، بالذات في الشهور الاولى. بالذات في الشهور الاولى. لو في حاجات كمان، لو عندها اي نزيف، لو عندها اي تقلصات، لو عندها مغص، الحاجات دي طبعا لو اي حاجه منها بتحصل يستحسن ان الست لا تقعد وتريح وما تسافرش. فبيبقى على حسب كل حاله. بالظبط، على حسب كل حاله. اوكي. دكتور ندى، دلوقتي بيحصل كتير قوي، وانا بصراحه كان عندي في الاول برضو التخوف ده، ان هل المفروض اسيب شغلي عشان انا في بدايه الحمل، فالمفروض ان انا ابقى ما بروحش الشغل، ما بشتغلش، افضل قاعده مريحه. ساعات كده في لسه احنا هنتكلم عن المعتقدات الغلط كتير، بس دايما يقول لك ايه، انت خلاص حامل اقعدي ريحي ما تشتغليش. فهل لو حد حمله مستقر بيسيب شغله ولا يكمل عادي؟ بصي، لو الحمل مستقر وما فيهوش اي مشكله والشغل ما فيهوش حاجه مضره بالحمل، يعني زي ايه؟ يعني واحده مثلا بتشتغل في مكان كله اشعاع ما ينفعش. اوكي. لازم ساعتها تروح في مكان تاني. يعني في شغل معين ما ينفعش مع الحمل، بس معظم الشغل لا طبعا ممكن نروح الشغل ونمارس حياتنا عادي خالص. اوكي. الناس اللي بتقعد في البيت او بتقعد في السرير ما بتتحركش دي بيبقوا اكثر عرضه ان هم يحصل لهم جلطات. يا سلام. فده بيحصل لهم مشاكل اكتر. لكن احنا المفروض نتحرك عادي، نعيش حياتنا عادي، نعيش حياه سليمه، اكل سليم، نروح الشغل، نعمل كل اللي احنا عايزينه. أوكي. بس يعني في حدود المسموح بيها العاديه والكويسه. اول مره اعرف ان القعده في البيت ممكن تجيب القعده في السرير اللي هي ما فيهاش حركه خالص دي. الناس بتبقى خايفه قوي ان الحمل ما يكملش فبيقعدوا في السرير ما يتحركوش، يجي لهم جلطه وهم يتعبوا والحمل ما يكملش ساعتها. اوكي. طيب بتشوفي ان الصح ان الست تتابع مع دكتور واحد
ولا تبقى بتتابع مع كذا دكتور؟ يعني طبعا احسن انها تكون متابعه مع دكتور واحد بيبقى عارف التاريخ المرضي بتاعها كله، شاف الحمل معاها كله، شاف تطور البيبي، شاف تطورها هي شخصيا، وزنها، ضغطها، التحاليل اللي بتتعمل، يعني يبقى عندها سجل واحد عن دكتور واحد بتتابع معاه. يفضل بدل التذبذب التذبذب ده بيعمل مشاكل، ان كل دكتور هيبقى ليه رأي في الموضوع، فمش لازم يكون غلط، يعني كل حد مدرسة مختلفة، فده ممكن يأثر بالسلب على الحامل وعلى الجنين، فأحسن دكتور واحد. اوكي، تعالوا نروح دلوقتي بقى للجزء اللي انا مستنياه قوي من اول الحلقة، نفك بقى شوية من الكلام العلمي. كمية معتقدات غلط الواحد بيسمعها طول رحلة الحمل دي، الناس بتبقى سوشيال ميديا على حد تبقي قاعدة معاه. فهبتدي بقى كده اسألكم بأول سؤال، هو في حاجة اسمها ان المية السخنة بتوصل للبيبي؟ طبعا مفيش. يعني ممكن نشرح الموضوع ده عشان بس لما حد حتى يقول لي الكلام ده اقول له ان لا، عشان ايه؟ ليه الميه السخنه ما بتوصلش للبيبي؟ الميه السخنه كشرب وكله بقى يعني الميه السخنه مفيش اي ضرر من كشرب، اللي هو لو شربتي مثلا نعناع سخن مفيش اي ضرر من اي حاجه سخنه بتتشرب او اي ميه سخنه او حمام سخن لاي واحده حامل. اوكي خالص؟ لا، البيبي بعيد تماما. بالظبط. طب عادي ان الست تقف قدام البوتاجاز وتطبخ وحراره البوتاجاز تبقى حوالين بطنها وكده، هل ده عادي ولا ما نطبخش واحنا حوامل ولا؟ لا، نطبخ واحنا حوامل. نطبخ قلتيها قوي قلتيها كده على طول. لا، اصل الحراره بتاعت البوتاجاز ما بتعملش مشكله خالص، والست ممكن تقف تطبخ، والمجهود كمان ما بيعملش مشكله في الطبيخ. أوكي. الا لو الستات بقى مش عايزين يطبخوا بقى دي حاجه ثانيه. هنقول لهم خلاص. بالظبط. هنقول للرجاله ان الستات ما ينفعش تطبخ. القرفه بقى، ناس كتير قوي تقول لك القرفه دي بتسبب الاجهاض وغلط وما تشربهاش ولا هي سخنه ولا هي ساقعه، وبقول الكلام ده لمحمد جوزي عشان بيقعد يقول لي كده كل ما بشرب قرفه. فممكن تقولي لي القرفه هل ده صح؟ لا، القرفه ما فيش اي مشكله من القرفه، وانا بسمع الموضوع ده كتير قوي. لا، ما فيش اي مشكله من شرب القرفه، بس اللي بنقلق منه بس شويه وبنحب بس نقوله للستات الحوامل ان القهوه، الكافيين، الحاجات الكافينيتد اللي هي زي القهوه، الشاي، اي حاجه من المشروبات اللي فيها كافيين، بس يستحسن ان احنا ما نعديش عدد من 2 من اي حاجه كافينيتد في اليوم. اللي هو قهوه، شاي، اي حاجه من الحاجات دي، ان احنا نخلي الليميت اليومي يبقى 2 بس. 2 ده اقصى حاجه. بالظبط. انت عارفه مشكله القرفه ايه بقى فعلا؟ ايه بقى؟ انها بتعمل حموضه فظيعه. يا سلام. فهي دي اللي هيبقى مشكلتها في الحمل. طب حلو قوي الحموضه بقى. هل الحموضه ليها علاقه بشعر البيبي؟ مع ان عايزه اقول لك حاجه، مامتي كانت بتقول لي ان هي كان بيجي لها حموضه من اول الحمل، وانا قعدت 2 سنين ما طلعليش شعرايه. فهل ده ليه علاقه بشعر البيبي ولا؟ لا، هو ده ملوش علاقه خالص. ساره كمان بتسال السؤال ده كتير قوي في العياده. يعني الحموضه طبعا اكيد ملهاش اي علاقه بشعر البيبي. هو شعره طويل فابتدى يبقى خالص. يعني هو اللي البيبي من غير شعر في الاخر. ما دايما بتبقى كده. هو اللي بيسبب الحموضه في الحمل ان التغييرات الهرمونيه اللي بتحصل في الحمل بتأثر ان هي بتعمل ارتخاء في الصمام اللي ما بين المعده والمريء، فده اللي بيزود الحموضه في الست الحامل. اوكي. مش شعر البيبي. مش شعر البيبي اكيد يعني. هو مش شعر البيبي. طب بقى لبس الجينز، القعده رجل على رجل زي ما انا قاعده كده، طبعا كل الحاجات دي زي لبس الجينز، لبس الكعب، الحاجات دي ملهاش اي اضرار في الحمل ولا خالص. الرجل على رجل. اوكي، كل ده عادي. بالظبط. طب الرياضه بقى اخبارها ايه؟ يعني في ناس تقعد تقول لك، طبعا احنا كل ده بنتكلم ان لو حمل امن ما في عندوش اي مشاكل. ممارسه الرياضه، هل هي حاجه عاديه، حاجه غلط؟ الرياضه حاجه كويسه جدا، يعني طول ما الحمل مستقر، ما فيهوش مشكله، ما فيش انقباضات، ما فيش دم بينزل، كله ماشي كويس. الرياضه مهمه قوي يعني. بجد الرياضه مهمه قوي عشان الست تكمل اصلا 9 شهور. يعني هي بتبقى شايله حمل فظيع، صح. ظهرها هيوجعها، رجليها هتوجعها، فالحركه مهمه، الرياضه مهمه. ما تعملش بس الرياضات اللي هي فيها 2 قدام بعض مثلا بيضربوا بعض، او فيها كوره ممكن تخبط بطنها. لكن في رياضه معينه، نوع من انواع اليوجا، نوع من انواع الايروبكس، في حاجات كده تنفع قوي في الحمل ومفيده كمان للحمل. هو اصلا البيبي بيبتدي ياكل مع الام في الاواخر. هو مفيش لا، هو البيبي مش بياكل من الام. لا انا مش قصدي كده، قصدي يعني ان هو بيستفيد من الاكل داخل الام على طول. هو بيستفيد من اول حمل لاخره. ايوه. طب السؤال، هل ده معناه ان الام تاكل الاثنين زي ما بيقعدوا يقولوا ان كلي الاثنين؟ لا طبعا. لا طبعا.
صح؟ هي المفروض الست تبقى بتاكل اكل مغذي من اول الحمل لاخر الحمل. اوكي. ان هو فكره البالانس دايت، ان هي بتاكل نشويات في كميات كويسه، البروتين العالي برضو ده بيبقى حاجه مغذيه قوي للام وللبيبي. السكريات تبقى بليميت، ما تبقاش ان هي بتاكل سكريات كتيره قوي. بس ده في ناس بتقول كلي سكريات عشان حجم البيبي ينزل كبير. لا طبعا. هي اللي هتبقى ان الوزن الزياده، المشكله ان لو الام وزنها زاد قوي ده بيعمل لنا مشاكل في الحمل. يعني زياده الوزن للام ليها مشاكل كتيره قوي، ممكن بتدخلنا بقى، ممكن يبقى الست عرضه اكتر لسكر حمل، تبقى عرضه اكتر لتسمم الحمل، تبقى الولاده بتبقى اصعب. فطبعا ان الست تبقى عامله كنترول للوزن بتاعها في وقت الحمل دي حاجه مهمه جدا، من وقت الحمل والوقت الولاده. اوكي بالزبط. طيب خليني اسال برضو على حاجه، بما انك بتقولي على زياده الوزن، وكمان ان البيبي بياكل، يعني هو كده كده بيتغذى طول ما هو في بطن مامته، مش بيتاثر لما الام بتبقى مثلا، يعني مثلا ساعات في اول 3 شهور بالذات بيحصل حوار القيء كتير قوي، فتيجي واحده تقول لك دوسي على نفسك وكلي غصب عنك عشان انت كده غلط على ابنك. ما دي مشكله كبيره قوي، ان القيء الكتير قوي المتكرر ممكن يعمل اصلا يبقى خطر جدا للحمل وللام. اوكي. فعشان كده ان اي ست متعرضه للقيء الكتير قوي ده لازم تروح للدكتور وتاخد له علاج، لازم يبقى كنترولد. اوكي طيب حاجه تانية برضو من الحاجات اللي عايز اسالك عليها، ان هل يا دكتور ندى القطط في البيت وقت الحمل غلط؟ بصي القطه نفسها مش غلط. يعني لو واحده مربيه قطه من زمان والقطه دي قاعده في البيت ومتطعمه، لا ما فيهاش ضرر خالص. اوكي. لكن لو هي حامل دلوقتي حالا ست وعندها قطه جديده مش متطعمه، هنا الخطوره. اوكي. يعني الانفكشن او المشكله اللي بتيجي من القطط، اللي هو مرض القطط اللي بيقولوا عليه ده بيبقى لو هي حامل دلوقتي حالا والقطه كمان عيانه دلوقتي حالا، والقطه هي مسكت الفضلات بتاعتها او يعني في كونتاكت مع القطه على طول. أوكي. لكن لو قطه قديمه موجوده في البيت متطعمه مش بتنزل في الشارع او حتى لو الست دي كان عندها قطه وهي صغيره، دايما بيخافوا يقولوا احنا صح. عندنا مشكله دلوقتي لو انا حامل، بس انا كان عندي قطه زمان. حتى لو كان هي عندها الانفكشن ده والست جالها الانفكشن ده، فهو جالها وخلاص عندها مناعه منه. أوكي. فخلاص كده موضوع القطه ده يعني انتهى من زمان. اوكي. حاجه برضو مهمه قوي بقى، بيقعدوا يقولوا لك ايه، كلي اكل معين عشان تجيبي ولد او بنت. وبعدين في حاجه طالعه جديده اسمها الاجنده الصينيه، اللي هو التشاينيز كالندر. بنسمع عنها كتير قوي. ان تخشي تشوفي مش عارفه سنك على مش عارف ايه تعرفي ولد ولا بنت. انا خيشت معايا طبعا، كل الحاجات دي جربتها وكل حاجه طلعت لي حاجه وطلعت حاجه تانية خالص. فهل في حاجه اسمها كده ان احنا نقدر نحدد نوع الجنين عن طريق اكله او عن طريق احنا عمرنا كام وهنحمل في الشهر يعني؟ طبعا كل الكلام ده يعني غير علمي خالص، ومفيش اي طريقه او اي اكل او اي حاجه ممكن تحدد نوع الجنين غير الفحص الكروموزومي اللي بيتعمل من خلال الحقن المجهري. واحنا عشان كده هنروح لدكتور شريف باشا، لازم السنتر، عشان لازم نعمل معاه حلقه بقى عن الحقن المجهري وكل الحاجات دي، لان انا عندي اسئله كتيره جدا، وفي اكيد ستات كتيره قوي عندهم اسئله كتيره جدا، فاحنا لازم هنروح بعد الحلقه دي عشان خاطر نعرف اكتر عن تحديد نوع الجنين. بس ده فعلا مش بيحصل خالص غير اي حاجه. هو الحاجه الوحيده اللي تؤكد هي الفحص الكروموزومي اللي بيتعمل من خلال الحقن المجهري. واكتر حاجه بنتسالها كتير قوي، طب انا عايز احدد نوع الجنين، يعني تبقى واحده مثلا عايزه تحدد نوع الجنين، بس قولي لي يا دكتوره طب انا ازاي ممكن اجيب ولد بس انا بحمل طبيعي؟ مفيش اي طريقه، مفيش اي وسيله. هم يعني ناس كتير قوي مش قادره تتقبل فكره ان هي الطريقه الوحيده بتاعه تحديد نوع الجنين لازم يتعمل حقن مجهري، عشان احنا بنعمل فحص للكروموزومات ويبان بقى مين الاجنه الولاد ومين البنات قبل ما نزرعهم في الرحم بتاع الام. اوكي. طب احنا اتكلمنا عن السفر العادي، السفر بالطياره بقى، اللي هو انا كنت بتكلم الاول على السفر بالعربيه وكده، سفر الطياره امن ولا؟ برضو نرجع نقول لو الحمل ما فيهوش اي مشاكل وكل حاجه ماشيه كويس، فالسفر ما فيهوش مشكله خالص. بس ناخد بالنا من السفريات الطويله اللي هو اللونج فلايتس، يعني كل ما تكون الوقت اقل كل ما يبقى امن اكتر. طب لو انا هسافر مسافه طويله اعمل ايه؟ اوكي. اشرب سوائل كتير قوي، اتمشى في الطياره،
احرك رجليا وانا قاعده في الكرسي علشان نمنع او يعني نقلل ان الجلطات تحصل. هي الفكره بس في ان احنا عيانين كتير قوي بيسالونا، واكيد دكتوره ندى ممكن تقول لنا برضه بتتسال السؤال ده، ان ليه بنخاف من المسافات الطويله في السفر اثناء الحمل؟ بنخاف منها ان احنا لو واحده مسافره طياره 10 ساعات او 11 ساعه وحصل لها اي امرجنسي، حصل لها نزيف، حصل اي حاجه على الطياره وهي في طياره 10 ساعات، فبنخاف قوي ان هي عقبال ما تقدر توصل لاي مستشفى او اي حته او طوارئ او كده يبقى الوقت اتاخر في علاجها. عايزه اعرف بقى دلوقتي صبغه الشعر، هل هي عادي ولا غلط؟ صبغه الشعر المسموحه اللي هي الصبغه الامونيا فري. ناس كتير قوي بتتكلم ان الانتركورس، ناس تقول لك في الاول غلط في الاخر غلط، مش المفروض، فعايزه اعرف حقيقه ده. هي حته العلاقه الزوجيه بالظبط زي ما قلنا في الحته بتاعه الرياضه. اوكي. طالما الحمل مستقر ومفيش اي حاجه مقلقه في الحمل، زي ما قلنا مفيش اي نزيف مهبلي، مفيش تقلصات، مفيش انقباضات متشافه بالموجات فوق الصوتيه لما العيانه بتروح تشوف الدكتور بتاعها، لو مفيش اي حاجه من الحاجات دي والحمل مستقر، العلاقه الزوجيه والرياضه امنه جدا في الحمل. اوكي. بنوقفها بس في حدوث اي حاجه من الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي. اي حاجه غلط من الحاجات دي بالظبط. اوكي. اخر سؤال قبل ما نخلص فقرتي المفضله في البرنامج، للمعتقدات الخاطئه، هل الام لو توحمت على حاجه وما اكلتهاش بتطلع في البيبي فعلا؟ لا مش حقيقي خالص. لا بجد؟ حلو قوي، طمنتوني. لا بس عامه المعتقدات دي يعني احنا بنحترمها قوي، طبعاً. يعني عمر ما حد هيجي يقول لي الحاجات دي واقول له لا طبعا. أيوة. لا يعني بنحترمها بس يعني هي مش بنقول صح. لهم انه مش صح. اوكي. دكتور ندى، دكتور ساره، مبسوطه قوي ان انتوا كنتوا معانا النهارده، ميرسي قلتوا لنا قوي، ميرسي يا ميرا، شويه، حطيتوا لنا شويه نقط على الحروف، وان شاء الله بقى الحلقات الجايه نكون عندكم في السنتر نعرف اكتر عن الحاجات بقى الاصعب في البارت بتاع الحمل والولاده. اشوفكم عندنا. ميرسي قوي. وزي ما شفتوا طلع الحموضه ملهاش علاقه بشعر البيبي، والوحم مش بيظهر على ابنك، فكلي اللي انت عايزاه، واللي ما تاكليهوش ما تخافيش مش هيظهر على البيبي خالص. واهم من كل ده ان انت ما بتاكليش الاثنين، المهم ان انت تاكلي اكل صحي ومفيد ليكي والبيبي. الحمد لله، اعتقد ان انا اطمنت كده لان طلع مضحوك علينا بقالنا كتير قوي.